من القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. 32 وزارة في مصر، أكثر من عدد وزارات الصين. أستراليا تنتج جمبري النمر. المصريون يودعون المراتب القطن، فهل الفايبر يكسب؟ تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. يوجد في أمريكا 21 وزارة، وفي ألمانيا 15 وزارة، وفي اليابان نفس العدد. أما في الصين الدولة المليارية فيوجد 29 وزارة. ولكن هنا في مصر يوجد 32 وزارة كاملة لتسيير شؤون البلاد. جاهزة؟ جاهزة. عندنا 32 وزير. اشمعنى؟ أنا أخد الصغيرين وانتي الخناشير. لما بشوف وزير عريض اشمعنى؟ برتعش من الفرحة وبيض. بنادي وافتخر في كل الأماكن. اشمعنى؟ عندنا وزير لكل مواطن. نجح العلماء الأستراليين في استنباط سلالة جديدة من الجمبري تسمى الجمبري النمر، تتميز بالضخامة في محاولة لإرضاء الشهية الأسترالية للمحار. واستخدم العلماء الحمض النووي لتحديد الصفات الوراثية والخصائص الطبيعية المرغوب فيها، مثل سرعة النمو وكبر الحجم وأفضل الألوان. جاهزة؟ جاهزة. الجمبري الجديد أطول شوية. اشمعنى؟ مش مهم الطول، المهم الفعالية. نفسي في أستراليا نعيش لي النعنشة. اشمعنى؟ هأكله جمبري فطار وغدا وعشاء. نفسي أكل جمبري النمور. اشمعنى؟ النص كيلو هفرقع من الفوسفور. بعد انتشار مراتب الاسفنج والفايبر في عدد كبير من محلات تجهيز العروس ومحلات الاساس، ورخص اسعار هذه المراتب وعدم تحمل مشقة كيفية صنعها من قبل المشترين، تأثرت مهنة التنجيد في مصر. تلك المهنة القديمة التي شهدت ازدهار منذ زمن الفراعنة، وتلاقي بهجة وفرحة وأغاني تم تأليفها خصيصا يوم تنجيد العروس. جاهزة؟ جاهزة. سمعت كلامهم وضبط في العياط. اشمعنى؟ بيجوزوني وانا انام على البلاط. مراتب القطن بحبها موت. اشمعنى؟ علشان يا ولية ما بتعملش صوت. الفايبر ولا القطن مش فارق. اشمعنى؟ المهم يبقى المزاج رايق. إليكم أهم ما جاء بها. 32 وزارة في مصر، أكثر من عدد وزارات الصين. أستراليا تنتج جمبري النمر. المصريون يودعون المراتب القطن، فهل الفايبر يكسب؟ يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.